بدي أقول مرحبا من جديد لكل أصدقائنا، يسعد لي أوقاتكم، صباحكم ومساكم دائما وأبدا بكل الخير. معكم من جديد أكيد هبة مبارك ضمن برنامجنا ب10 دقائق عبر قناتنا الحلوة خربشات بنات. مثل العادة عم نطلع عليكم أصدقائنا بمعلومات إن شاء الله الكل يقدر يستفيد منها. من هو البرج الذي يمتلك أكبر كارما في هذه الحياة؟ من هو البرج الذي يمتلك أكبر كارما في هذه الحياة؟ البرج الذي لا يصح العبث بمشاعره، البرج يلي ما بنصحكن أبدا أبدا تغلطوا بحقه، البرج الذي لا يمكنك العبث معه بأي مجال كان، لا مالي ولا اجتماعي ولا عائلي ولا حتى بالخيال. في برج يا أصدقائي الغلطة معه حرفيا بكفرة، الغلطة معه حرفيا بكفرة. عنده طاقة روحانية بتربطه بالسماء، طاقة خاصة فيه لهذا البرج. الله عاطيه حاسة سادسة هو دونا عن بقية الأبراج، يعني اللي بيمتلكوا هذا البرج بقية الأبراج ما عندها يعني. الله ناعم على هيدا البرج بحاسة سادسة بتخوف، إحساسه يصيب ومناماته بتتفسر، والحاسة اللي عنده ما حاسة خامسة وثالثة، حاسة سادسة وسابعة وعاشرة كمان. إحساسه لا يخيب ولا يخيب مدى الحياة، والعبث معه كمن يلعب بالنار حرفيا. إنه الحوت يا أصدقائي، إياك والعبث مع برج الحوت، إياك والدخول بكارما برج الحوت. مدى ما فت بمنطقة الحوت بدك تعرف كيف تطلع منها بهدوء وبدون مشاكل وبدون خسارة، لأنه الحوت إذا امتلكك أو ضاع عليك يوما ما دعوة وحدة هزمك مدى الحياة. احذروا عند العبث مع مولود برج الحوت، واحذروا عند العبث بمشاعر مولود برج الحوت. الحوت حدا قوي، في عنده كينونة خاصة فيه مرعبة هائلة، وما بعرف في قصة يعني كواكبه المشتري ونبتون، كوكب الحظ وكوكب الأوهام. شخص عنده قدرة يجذب كل شيء بيفكره بمخيلته ويحطه على أرض الواقع ويصير أمر واقع عم يمشي عليه. إنسان بيجسد كل معاني الحياة الروحية والجسدية والمادية بهذا الشخص. الله عاطيه ومنعم عليه بحاسة ما حدا بيمتلكها، لا حمل ولا ثور ولا جوزاء ولا سرطان ولا أسد ولا عذراء ولا ميزان ولا عقرب ولا قوس ولا جدي ولا دلو. ما يمتلكه الحوت، ما يمتلكه الحوت لا يمتلكه أي برج آخر يا أصدقائي. وهنا بدي نوع على قصة وخطيرة ومهمة كتير. أنا لا أتكلم فقط عن الحوت الميلادي، حتى يلي برجه باطني حوت، بس هذا بخوف أكتر. حتى يلي برجه طالع على ساعة الولادة حوت، بس هذا بخوف أكتر وأكتر وأكتر. يعني الصفات اللي حكيتها هلا بتطبق على الحوت البرج الميلادي، بس بتطبق على الحوت الباطني إسا أكتر وأكتر، وبتطبق على الطالع يلي طالعه حوت بنسبة أكبر بكثير. يعني الحواس اللي قلتها هلا اللي الله ناعم عليه فيها للحوت بتطبق على الطالع 100%. يلي طالعه الحوت تطبق عليه 100%، ويلي باطنه الحوت تطبق عليه 85%، ويلي ميلاده حوت تطبق عليه 80%. يعني الحيتان كلها بأوجه، كل الحيتان الميلادي والباطني والطالع عندهم ما بعرف نازل عليهم وحي، ما بعرف بينزل عليهم شيء مثل يعني هن كوكب نبتون، يعني بيجذبوا شيء من الوهم والخيال، بيعيشوه بيجذبوا أفكار. عندهم وميض مثل اللمع، مثل اللمع والبرق بالسماء. يعني يعني جاذب، عندهم مغناطيس جواتهم للجذب جذب. وهو على فكرة هو برج النهايات، هو آخر برج، هو اللي حامل كل الأبراج. يعني عنده بتصب كل الأبراج، ما في شيء بعده، هو الأخير وهو الملجأ وهو النهاية، منه البداية ومنه النهاية. ورقم 12 المرتبط بالمشتري، 12 اللي هو رقم الكمال، الكمال في كل شيء. طلع على ساعتك، ساعتك اللي معلقة بالبيت اللي لابسة بإيدك، ساعتك 9 ساعات مكتوبة ولا 6 ساعات ولا 3 ساعات؟ ساعتك 12 ساعة. هو الكمال يا أصدقائي، هي السنة كلها، هي أبراجنا، هي شهور السنة، هي 12 موجودة برقم هذا البرج. هو البرج الاثنى عشر وعنده يكتمل النصاب. إنه الحوت يا أصدقائي، فهنيئا لمن يكسب محبة الحوت. وهون بدي نوع على قصة، مو كل الحيتان حيتان. يعني هلأ ممكن تلتقوا بشخص حوت تقولوا لي بسم الله الرحمن الرحيم يا هبة والله ما فيه شيء من الحوت.
تلتقوا بشخص تاني عن جد حوت، عن جد حوت وبالع الدنيا، بالع الدنيا ذكاء وأخلاق ومحبة وطيبة ووفا وعطاء. وواحد تاني بتلاقوا لا ابدا مو هيك، بتلاقوه بخيل او جشع او طميع او ما له، بتطلع بشكل تقول شو هذا برشحوت مستحيل، شو هذا، تطلع فيه بتلاقي انه ما معبى كيانه، ما معبى محله. ليش؟ لانه بيكون اخذ من برجه الباطني، ما بيكون مسيطر عليه الحوت. للاسف في ابراج احيانا ممكن انا اكون برجي حوت بس بيكون برج الميلادي طاغي عليني، ما بقى اخذ شيء من برج الميلادي. في كتير ناس هيك، في كتير ناس ما بتمس شيء من صفات برج الميلادي، بيكون مهيمن علي البرج الباطني. وعادة يا أصدقائي البرج الباطني بيهيمن كتير على صاحبه. وسألوني مرة من هو أكتر برج بيهيمن على الإنسان، أنا جاوبت مرة هذا السؤال عبر بث مباشر لإلي قديم. أكتر برج بيهيمن عليك وبتطبق عليك صفاته هو الطالع، للميلادي وللباطني. طالعك على البكلي بيصيبك، على البكلي طالعك. شو يعني طالعك؟ يعني يومك وشهرك والساعة اللي خلقت فيها. يعني انت شو برجك الميلادي اضافه لساعه الولاده، الساعه اللي انت خلقان فيها، الدقيقه اللي انت خلقان فيها بتحدد طالعك. فهي اكثر قصه بتاخذ يعني اهم. يعني انت تخيل انت يومك وشهرك والدقيقه اللي خلقان فيها، فهيدي قديش اخذ كثير عنك. يعني اباك بدي افسروها، هذه كل شيء. الطالع هو كل شيء، هو الهيمنه الكامله عليك، هو التفسير لساعة ولادتك. انت خلقت بهي الساعة، انت طالعك هيك بتزبط عليك كل ترتيباته. فانت اذا طالعك حوت، انت حدا عنده حاسة سادسة مرعبة بتخوف. يا عمي اسمعوا مناماتن هدول الحيتان، اسمعوا مناماتن بتزبط على البكلة. اسمعوا منن، عندهم طاقة جذب بتخوف. اسمعوا منن كلام حكم. الحوت عنده حكمة. بحياتي ما شفت حوت الا عند يعني هو برج الحكمه بالحياه هو الحوت. طبعا في اسرار دينيه انا ما بقدر اني بوح فيها، ممنوع طبعا عبر بث مباشر، يعني بس في اشياء فيها نحكي فيها. الحوت له دلاله خاصه عند رب العالمين، هذا البرج سبحان الله. وفي برج قريب عليه كتير، في برج قريب على الحوت كتير 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 على صفاته. احذروا من هو العقرب الباطني مو الميلادي، العقرب الباطني مو الميلادي، الباطني يلي باطنه عقرب، يلي برجه على اسم ام عقرب، على اسم الام عقرب. هيدا صفاته قريب كتير. عطيه الله كمان شيء مهم كتير بالحياة. يعني عندكم الحوت بكل طوالعه ميلادي باطني طالع، والعقرب على الباطني، هدول بخوفوا. هدول لا تحاولوا تعبثوا معن بالحياة، لأنه للأمانة تخيلوا إذا اجتمعوا اثنين بشخص واحد، يا إله العرش. يوما ما سأفضح سر عظيم يا أصدقائي، يوما ما سأفضح سر عظيم بإذن الله. ساتني صغيري على معلومات موجودة عندي، وساتني صغيري على حكي كتير فيني أحكي. بعدني صغيري لفوت بهي المجال، أنا موجود عندي بس ما بقدر أحكي فيه. يوما ما رح كون بعدني موجودة عندكم، موجودة معكم، وبتحبوني وبحبكم، وعم ساعد قدر الإمكان بكل ما أمتلك الناس، وعم تحبوني وتدعموني. ويوما ما رح نفتح قلوبنا لبعض وأحكي لكم أسرار خطيرة جدا 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 بعالم الفلك والأبراج. شو رأيك إنه أنا بمجرد عرفت أنت شو برجك بقدر أعرف أدق التفاصيل عنك، أدق التفاصيل عن صفاتك اليومية اللي أنت بتعيشها، عن شيء اللي أنت عايشه بالماضي. ومو بس هيك، أنا بقدر أعطيك توقعات لقدام، وهذه معد مين من كان في يعرفها. أنا درست هيدي الأبراج بطريقة إني بعدت عن كل الناس والبشر، واعتنقت الكتاب، اعتنقت درسي. يعني جذبني وقت اللي أنت بتغوص بشيء وبتلاقي إنه عم يفوتك بشيء إسا أغمق وأغمق وأعمق، ما بتعود بقى فيك توقف. فهيدي العلوم يا أصدقائي وقت الإنسان بيعمق فيها، تعرفوا شو بيصير عنده؟ بيصير عنده حالة إيمان مطلق بالله عز وجل، بيصير عنده حالة يقين تام بالله عز وجل. دخيل اسمك، دخيل عظمة سرك وجبروتك يا رب العالمين، دخيل سرك وعظمة جبروتك يا رب العالمين. بيصير عندك إيمان ويقين تام بالله عز وجل على قديش في أسرار بهالكون بتدل على عظمة الخالق. يوما ما رح نحكي كتير أسرار، بس دائما انتبهوا لأنه الحوت إنسان طيب ومعطاء وقوي جدا. بس إذا أذيته للحوت يوما ما بدها ترجع لك الأذية. حي على الصلاح، حي على الفلاح.
حي على الصلاة، حي على الفلاح. بقى ترجع لك عنده كارما ببرجه، برقمه، بتاريخه، بهيمنته، هو كموقع، هو كبرج. حي على الصلاة، حي على الفلاح، بقى ترجع لك أذيتك لإله. أصلا الأذية لا تجوز لأي برج كان، ولا تجوز لأي شخص كان كان صغير، اللي كان كبير، اللي كان مقمض بالسرير. ليش الأذية منيحة مع أشخاص؟ يعني أنت إذا أذيت إنسان هذا الشيء منيح. أي أذية بتأذيها بقى ترجع لك، بس وقت بتكون عم تأذي حوت ترجع لك بأضعاف مضاعفة. الحوت يا أصدقائي لا يمتحن ولا يختبر. الحوت له كينونة خاصة من السماء، وللأسف بعض مواعيد الحوت بيوقعوا، يعني بيكون في عندهم كأنه بيقولوا إنه الله عطاه كتير 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 لحتى جن. ما بيقولوا هذا مجنون من كتر ما انه ذكي، ما بيقولوا هذا جن من كتر ما انه ذكي، ما بيقولوا هيك يا الله قديش كان ذكي، كان ذكي كتير وفجأة جن. احيانا الله بيعطيك اكتر اكتر، انت عقلك ما بيعود بتحمل فبتجن. يعني على قدر هالبرج ما عنده قدرة هائلة من الذكاء، على قدر ما بيخوف بنواحي تانية للأمان، ودعاءه مستجاب الحوت. فحاذروا عند العبث. الحوت لا يعبث معه يا أصدقائي. لا لا تعبثوا مع مولود برج الحوت ولا بمشاعر مولود برج الحوت. هذا البرج له كينونة خاصة. وأضف إلى ذلك العقرب الباطني، لأنه يعتبر من أكثر الأبراج اللي بيقولوا عنه أكثر برج محبوب من ربه، العقرب على الباطن، لأنه بيعاني الأمرين بحياته ويصمد ويصمد، وكل ما بيزيد إيمانه أكثر وأكثر. يعني هدول الأبراج في عندهم خشوع تام لله عز وجل. وعلى فكرة في سر أنا بعرفه عن هدول البرجين، العقرب على الباطني والحوت بكل طواله. إذا وقع بأزمة يوما ما تجي رسالة بمنامه تشفيه تماما. ما بقدر أفسر وأشرح كتير، بس في شيء خاص بهالبرجين عند رب العالمين. لهيك عم قلكن لا يختبر ولا يعبث معه على الإطلاق. إذا حبيته كون معه، ما حبيته لا تخاطر وتفوت بدربه، لأنه في حواليه كارما هالة طويلة عريضة، هالة طويلة عريضة بحاوطته للحوت. مدى ما قربت منه بتأذيك. إذا أنت نيتك صعبة أو نيتك سلبية بدك تنأذى لحالك. هيدا الحوت، وهذا برج النهايات، وهذا برج الختام، وهذا الرقم 12 برج الاكتمال. فلهيك يا أصدقائي الحوت تعاملوا معه بطيبة، لا تحاولوا تأذوه. انتبهوا من أذيته، لأنه أذيته بترجع لكم بعدين ولو بعد 10 سنين. انتبهوا عندما تتعاملون مع مولود برج الحوت. تحياتي لكل الحيتان الموجودين معنا بالقناة، وتحياتي لكل العقارب على الباطني، لأنه إلن سر وبرهان، ويوما ما نفشي الأسرار يا أصدقائي. سلام.